السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا طلبتوا مني بقى الفول المدمس، انا عملته قبل كده بس قلت هعمله لكم. وطريقتي في الفول المدمس مش بغيرها تماما، لان بصراحة بيبقى طعمه حلو قوي ولونه حلو، وكمان شايفين ما شاء الله بيطلع دايب من غير ما بضيف عليه كربوناته بقى ولا اي حاجة خالص. تعالوا نشوف هنعمله ازاي. يلا بينا نبدأ الفيديو. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم يا رب. ويلا نبدأ الفيديو بتاعنا. نقول بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في البداية كده، واهم حاجه طبعا اننا ننقي الفول ده كويس جدا. انا يا جماعه لقيت حاجه في الفول خطيره بجد. شايفين انا لقيت فيه وانا بنقيه قوقعه، دي بقى كارثه. لان المشكله ان هو لونه قريب من الفول وفي ناس مش هتاخد بالها منه، وده بقى لو سوا مع الفول هتبقى مشكله بجد. فدي حاجه مهمه انا كان ممكن ما اوريها لكوش، بس انا قلت لازم الفت انتباهكم للحاجه دي. فلازم ننقي الفول بتاعنا كويس قوي. وبعد كده حطيت عليه ميه وسبته بقى. يعني لو انتم مستعجلين نحط ميه سخنه ونسيبه كده ساعه او ساعتين، هيبدا ان هو ينفش معايا ويبقى بالشكل ده. اغسله طبعا كويس جدا، نغسله بقى اكتر من مره. وبعد كده نبتدي نحط بقى ميه نظيفه. على فكره ممكن تحطوا ميه من الحنفيه عادي، مش لازم نسخنها. بس انا بقى بسويه، لازم الحاجه اللي هنسوي فيها بتكون الفول بيبقى ربع الحاجه والتلات ارباع ميه. تمام، بنسيب بس وربعين ميه، والربع الاخير بنسيبه يعني لان الفول طبعا لما بيجي يبدا يسخن كده ويغلي بيطلع على الوش. فعشان طبعا ما ينزلش بقى الميه بتاعته، بنسيب ربع بس كده عشان يقدر يستوي فيه براحته. وبعد كده جبت طماطمية قطعتها اربع، وبعدين ليمونة، وبسيب قشرة الليمونة في قلبها. وبعد كده بنجيب بقى شوية من العدس الأصفر، بيخلي لون طبعا الفول زي ما انتوا شايفينه اللون الجميل ده، وفي نفس الوقت بيديله قوام تقيل شوية. فده برضو مهم جدا. بلاش نحط رز خالص، لان في ناس بتحط رز والرز ده كارثة، لانه بينزل تحت في قاع الحلة وطبعا بيتحرق وبتبقى مشكلة. وبعد كده بنحط شوية من الزيت وبس كده، وناخد بقى الفول بتاعنا ونحطه على النار. اول ما يبدأ يغلي معايا نهدي النار تماما ونغطي عليه. اهم حاجة نغطي عليه، لازم نسيبه متغطي عليه، ما نعريش الغطا خالص. ولو حسيته في نص التسوية ان هو بدأ ان هو يقل المية بتاعته، هنسخن مية. في المرحلة دي بقى لازم نسخن مية، نغلي المية ونحط بقى عليه نزوده. بيبقى بالشكل ده، شايفين ما شاء الله دايب معانا. بنسيبه بقى على النار ولحد ما يبدأ يبرد تماما. وبعد كده نعبيه بقى في اكياس ونحطه في الفريزر، يفضل معاكي بقى طول شهر رمضان. يعني مش موفر طبعا، مش بيبقى تكلفته زي ما بنشتريه من بره، وغير كده ان انتي مضمون وشايفاه بقى عاملاه بنظافه. وما شاء الله شايفين لونه وطعمه خطير بجد. مش محتاج اكتر بس من شويه زيت كده وشويه ليمون وشويه طحينه، وبالهنا والشفا. اجمل فول ممكن تعمليه بجد. بصوا منظر الفول طالع عامل ازاي ولونه. لو انتوا عايزين لونه يبقى اصفر هتحطوا كركم، لو عايزين لونه يبقى احمر شويه بنحط بابريكا. دي حاجه ترجع لكم. بس انا بقى بحب كل حاجه تبقى بطبيعتها. يعني انا بحب الفول يبقى بطبيعته كده، بيبقى افضل طبعا واحلى، وبيبقى طعمه حلو كمان. جربوه بقى وان شاء الله يعجبكم. وبس وصفة سهلة يعني، مش محتاجة حاجة، بس أنا قلت أعمل لكم الفيديو زي ما طلبتوا مني. وكل سنة وانتم طيبين، اللهم بلغنا رمضان. اللهم امين. انا بقى بحب، بس عايزه اقول لكم حاجه، ان انا بحب برضو احط على الوش كده بعد ما اشيله من على النار زيت، لان الزيت طبعا بيعمل طبقه عازله عن العوامل الجويه، فعشان كده مش بيسود معاكي قوي. يعني هو لو اسود شويه هو كده كده طبيعي لازم لونه يتغير، بس مش هيسود زي ما بيسود طبعا من غير ما تحط زيت. طبعا بيبقى اقل شويه، بس هو الطبقه اللي على الوش بس. وبس كده، والسلام عليكم.